هذا هو الاعلام المغربي ديالنا، عاطي كلشي بالدار، غائب، كيبان غير ملي خاصو يدافع، ماشي حيت ما عندناش قصه، ولكن حيت ما كنحكيوهاش وكنخليو واحد اخرين يسبقونا. وهنا كيبان التناقض الكبير. المغرب قوي في بزاف ديال المجالات، الرياضه انجازات على جميع المستويات، دبلوماسيه حضور مغربي قوي في افريقيا، صناعه سيارات طيران استثمارات عالميه. ولكن في الاعلام كاين مشكل. الاعلام اليوم ما بقاش غير نقل الخبر، الاعلام ولا قوه ناعمه، اللي كيربح الاعلام كيربح الصوره، واللي كيربح الصوره كيربح التاثير. دابا خليونا نكونوا واضحين، المغرب عنده واحد من اغنى الموروثات الثقافيه في العالم، تاريخ، تقاليد، اكل، لباس. ولكن السؤال، علاش كل مره كنشوفوا شي جهات كتحاول تنسب عناصر من هذا التراث لها؟ واش المشكل في التاريخ؟ لا، المشكل في الاعلام، حيث ببساطه اللي كيهضر اكثر كيتسمع اكثر، واللي كيسكت كيتسنى. نعطيو مثال قريب، بالامس القريب يعني كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب، ما غاديش نهضروا على النتيجة، ولكن على شنو وقع خارج التيران. في البداية بدا التحريض، يعني بدا نقل صورة يعني ناقصة وأحيانا مغلوطة على المغرب، وبشوية بشوية هاد الصورة ولات كترسخ وكتنشر. فين كان الإعلام المغربي ديالنا؟ كان ناعس؟ لا، كان كيرد، غير كيرد، ما كانش هو اللي كيبدا، وما كانش هو اللي كيقود الرواية، كان هو يتابع، يعني كيحاول يصحح هذيك الصوره. ولكن من بعد ما كتكون هذيك الصوره انتشرات، وهنا كيبان الفرق ما بين اعلام قوي واعلام ضعيف. الاعلام القوي كيسبق، والاعلام الضعيف كيلحق. وهذا هو المشكل اللي عندنا اليوم في المغرب. الاعلام المغربي في بزاف ديال المرات كيخدم بعقليه رد الفعل، ماشي صناعه الفعل. وإلا جينا نشوفوا الواقع اكثر، بعض المرات الا جينا نشوفوا الواقع اكثر، بعض القنوات المغربيه للاسف الا درتي عليها غير اطلاله غادي تسول راسك، واش فعلا هذا الاعلام كيعكس المغرب اليوم، ولا مازال عايش في واحد الزمن اخر؟ نفس الوجوه، نفس الستايل، نفس الطريقه، نفس الاسلوب، بدون تطور حقيقي. اما الراديو فحدث ولا حرج، برامج كثيره وما عندها حتى شي قيمه. واحيانا كتلقى بعض الصحفيين او المعلقين والله العظيم المحتوى ديالهم اضعف من اللي كيديروه ناس عاديين في السوشيال ميديا. هذا راه مؤشر خطير، حيت اليوم راه المنافسه ما بقاتش ما بين قنوات فقط، المنافسه راه ولات ما بين مؤسسات يعني اعلاميه وافراد عندهم هاتف وانترنت. والى المؤسسه ما كانتش اقوى غادي تخسر. وهنا كنرجعوا لنفس النقطه، المشكل ماشي غير في الاعلام، المشكل في العقليه ديال الاعلام، عقليه قديمه في زمن جديد. والنتيجه المغرب قوي في الواقع، ولكن للاسف ضعيف في حكي الواقع. واليوم القوه راه ما بقاتش غير اقتصاد ولا سياسه، القوه هي شكون كيتحكم في القصه، شكون كيوصلها، وشكون كيخلي العالم يصدقها. الا ما حكيناش قصتنا غادي يحكيوها علينا بالطريقه اللي بغاو همايا وما فيهاش الحقيقه. لكن الحل ماشي مستحيل، بالعكس واضح، خاص يعني الدوله تستثمر في العنصر البشري، ويكونوا عندنا واحد الصحفيين عندهم تكوين عالي، ويكون واحد المحتوى قوي، استراتيجيه واضحه، وحضور عالمي رقمي. حيث ببساطه الاعلام راه ماشي رفاهيه، الاعلام ضروره. المغرب راه ما محتاجش اليوم باش يصنع التاريخ، المغرب محتاج فقط يحكيه بطريقه اقوى. وهنا كيبقى السؤال للجميع، واش فعلا الاعلام المغربي خاصو ثوره، ولا المشكل اكبر من الاعلام؟ الى عجبكم هذا المحتوى ديروا لايك وسبسكرايب وتابعوني باش يوصل لكم كل جديد، حيث الهدف ماشي غير محتوى، الهدف هو نخلقوا وعي ونحكيو القصه ديالنا بالطريقه ديالنا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.